نادي الكسندريا الاوكراني، النادي اللي كان بيلعب فيه خوان بيزيرا اللاعب البرازيلي المحترف في صفوف نادي الزمالك، لغايه اللحظه دي هو لم يتقدم بشكوى رسميه ضد نادي الزمالك نظرا لتاخر ارسال اول قسط من ثمن صفقه اللاعب. لكن خلينا نقول ان الزمالك بيعاني من ازمه ماليه طاحنه بسبب موضوع سحب ارض اكتوبر، لانه كان بياخد فلوس على حس الارض دي بسبب عقود كانت معموله مع بعض الشركات. فالازمه دي هتفضل موجوده. صحيح ممدوح عباس حل الموضوع بشكل مؤقت في ان هو ضخ مجموعه من الاموال عشان تسدد مستحقات بعض اللعيبه، لكن دي مش هتستمر كتير. يعني على الزمالك انه يحل الازمه علشان القصه ما تتطورش بالنسبه له في اتفاق ودي حصل ما بين الزمالك والنادي الاوكراني على تاخير ارسال القسط لمده 15 يوم، لكن مش في كل مره يستحق فيها السداد هتبقى في مشاكل وهيتاخر سداد القسط ومستحقات اللاعبين.